أيها الجهلوية موتوا بغيظكم. أيها الجهلوية أحزانكم تسعدنا. الجهلوية، وما بقولش الأهلوية المحترمين، أنا بتكلم على الجهلوية، عاملين صياح غريب من امبارح ومن امبارح عمالين يعيطوا. خليك معايا وهقول لك على حاجات مهمة. صباح الخير، صباح النصر على أحلى نادي في مصر، نادي الزمالك اللي دايما مشرفنا وبيسعدنا. نادي الزمالك الفريق الوحيد اللي بيشارك في البطولات الأفريقية بعد خروج كل الأندية المصرية من البطولات الأفريقية. فوز نادي الزمالك وتقدم نادي الزمالك في مسيرته بيحزن الجهلوية، لدرجة يعني انهم كانوا عمالين يزرطوا زرط كتير امبارح. يعيش نادي الزمالك ويحزنكم دايما ويوجع قلبكم. امبارح كتير من الاهلاويه كانوا فرحانين ومصورين فيديوهات لحظه دخول الهدف في نادي الزمالك، وكانوا بيعيطوا لحظه الغاء الهدف. الغريب ان هم كانوا بيعترضوا ويقول لك هدف صحيح تم الغائه والزمالك بيكسب بالتحكيم، مع العلم يعني محللين الجزائر نفسهم قال لك الهدف فعلا في لمسة يد والحكم أصاب في إلغاء الهدف. قانون ما بتفهموش فما تجوش تتكلموا معانا. ومش هتكلم على اللي كانوا بيعيطوا، بس هوريك يعني لقطتين يثبتوا لك ان هم ما بيفهموش في الكورة ولا بيفهموا في اي حاجة. تعالوا نشوف الاول الفيديو الاولاني ده كده. هو اللي انت كنت بتعمله ده كنت مسمي نفسك اقوى مدرج وانك بتعمل تيفو بقى والجو ده؟ طب ما تتفرج، اتفرج، مفيش مقارنه، اقسم بالله ما في مقارنه. شباب بلس دات جماهيرهم النهارده اقسم بالله عملت تيفو، يعني انت بتعمل تيفو متر في متر. دي واحدة فاكرة نفسها ان هي يعني فوق الكل وبتفهم ومحدش غيرها بيفهم، وبتقول لك صدعتونا وبتقولوا جمهور الزمالك اقوى مدرج. طب ما جمهور الجزائر اهو كان مالي المدرج، مقفل المدرج، وكان عامل تيفو اجمل واروع من اللي الزمالك بيعمله. الزمالك بيعمل متر في متر. اولا بس عشان انت ما بتفهميش ومش عارفة حاجة، نادي الزمالك او النادي الاهلي او الاندية المصرية عندها حظر في عدد حضور الجماهير. الجماهير ما بتحضرش بالساعة الكاملة. اما جمهور شباب بلوزداد فكان حاضر بالساعه الكامله، وعلى الرغم من كده برضو الدخلات بتاعتهم ما كانتش افضل حاجه من اللي بيعمله جمهور الزمالك. بس انت ما بتفهميش. وبعدين بدل ما تتكلمي على جمهور شباب بلوزداد كنت تتكلمي على جمهورك انت اللي ملوش لازمه. دي واحده تانية فاكره نفسها فزلوكه في وسط الاهلاويه. تعالوا نسمع بتقول ايه. ممكن بس سؤال، انتوا من امتى بتجيبوا اللعبه كده؟ يعني انتوا حتى ما عدتوش اللعبه لينا احنا نشوف هي جون ولا لا. يلغى الهدف، ولع معاك يا زمالك، الفار بيلغي لك جون يا زمالك امام شباب بلوزداد، والدنيا بص مشبرقه اهي دي معاك على اخرها الاخر. بتعدي في الشارع تسمع اتنين بيتكلموا في الكوره، ما تعرفش حاجه عن الكوره. والله زي ما بقول لك، ولا عارفه الماتش ده اصلا في ايه ولا بيتلعب في ايه. وبتتكلم على ايه بقى؟ بتقول لك الاخراج بيجامل الزمالك وما عادش الكوره عشان يورينا الكوره فعلا جت في ايد اللاعب ولا ما جاتش في ايد اللاعب، والزمالك بيكسب بالتحكيم. يعني الاخراج متواطئ مع الزمالك. محدش قالك ان المباراه دي بتتلعب في الجزائر وان الاخراج اللي بينقل البث التلفزيوني بتاع الجزائر؟ محدش قالك على المعلومه دي؟ ولا انت بتتفزلكي وخلاص عايزه تقولي اي حاجه؟ ما انا بقول لكم دولت اصلا ما بيفهموش كوره وبيطلعوا يتكلموا وخلاص عشان اي حد يطلع يخبط فيهم. بس اهم حاجه في الموضوع ان الزمالك قدر يحقق الفوز في الجزائر، وقدر يرجع ويفرح جمهور نادي الزمالك ويفرح مصر كلها. واهم من فرحه جمهور الزمالك هي حزن الجهلويه اللي كانوا بيعيطوا امبارح على فوز نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي مشرف مصر في البطولات الافريقيه، نادي الزمالك اللي باذن الله هيحقق لقب الدوري السنه دي. اما انتوا احزانكم بتسعدنا. موتوا بغيظكم ايها الجهلويه.